الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وبعد. مشاهدين الأفاضل عبر التلفزيون الوطني الجزائري داخل وخارج الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في عدد جديد من برنامجكم المختصر المفيد حديث رمضان. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حاكيا حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. والجود هنا مشاهدين الأكارم جاء لفظه على الإطلاق، ومعناه سعة العطاء وكثرة السخاء، وهو خلق دمث وأدب جم. وواحد من أجمل ما يجود به المرء على نفسه في هذا الشهر الفضيل هو طلب العلم، فينبغي أن يكون للصائم عادات علمية في رمضان. والأصل في طالب العلم أن يستغرق عمره في تحصيل العلم والاستزادة منه، سواء أكان ذلك في الأزمنة الفاضلة كشهر الصيام أو غيره من بقية شهور السنة. وفقه الأبواب الذي لا يتكرر على الناس إلا في فترات متباعدة كباب فقه الصيام، يستحسن للصائم فيه تخصيص برنامج ثري يرتقي بعمله فيه لدرجة الصوامين والقوامين، كمطالعة كتاب في فقه الصيام، أو حفظ أحاديث الصيام مما جمع في متن من المتون العلمية، أو النظر والتصفح في تفسير آي الصيام من القرآن الكريم. كل ذلك مشاهدين الأفاضل يكون معينا للصائم عموما ولطالب العلم خصوصا على ثبات المادة الفقهية والروحية لمقاصد الصيام، ذلك أن الأبواب في الفقه التي تراجع عن بعد قد تنسى. لذا ينبغي أيها الأفاضل أن يكون للصائم عادة علمية مرتبطة برمضان. كان العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قبل أن ينام يمرر أبواب الفقه على قلبه، وكان بعض علماء المالكية رحمهم الله تعالى ما ترك الاشتغال بمعنى النظر في أمهات الكتب إلا يوم زواجه من شدة حبهم للعلم وتعلق قلبهم به. وهذا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن تصفح التفسير تبين حاله. حجام مدينة سباط أيها الأفاضل كان رجل يضرب به المثل في الفراغ، فكان من فراغه يحجم الجند بلا أجرة، حتى إذا لم يجد يوما من يحجمه أخرج أمه فحجمها فماتت. وحاصل الأمر مشاهدين الأفاضل أن لا يفوت الصائم طالب العلم في رمضان أو غيره من ساعة أو يوم إلا ويغرف من العلم النافع ما يكون له عونا على التقرب إلى المولى تبارك وتعالى. وأفضل العلم بالله تعالى، فكلما عرف العبد معبوده إلا ووطن نفسه ببابه راجيا فضله وثوابه. والعلم بالله مطلوب العارفين ومحبوب المحبين وسبق السابقين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كلما ازداد الرجل علما ازداد إلى الله قربا. ولو لم يكن أيها الأفاضل في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط حصوله له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم مشاهدين الأفاضل للعلم النافع، وأن يلهمنا العمل بما نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صح أفطركم، وإلى عدد قادم لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.